اللي قدامك ده احمد الشيخ لاعب الاسماعيلي. احمد الشيخ اتولد في محافظه بني سويف، ومن هو صغير الكره كانت كل حياه. كان بيلعب في الشارع وفي المدرسه، يعني في اي حته كان يلاقي فيها ملعب كان بيلعب، لحد ما بدا رسميا في نادي التليفونات بني سويف. ومن اللحظه دي الناس بدات تلاحظ ان في لعيب مختلف طالع في التليفونات. الشيخ ما كانش مجرد لعيب بيجري ورا الكوره، لا ده كان عقله سابق رجله، بيعرف يشوف الملعب صح، وبيعرف يرقص، ويعرف يصنع، وكمان بيعرف يجيب جوان. ومع كل مباراه مستواه كان بيعلى، وده خلى عينه تتشاف من انديه اكبر. وهنا جه دور مصر المقاصة. خطوه كانت مهمه جدا في مشواره، ومن اول كام شهر بس بدا يحجز مكانه في التشكيل. كل موسم كان بيتطور اكتر من اللي قبله، لحد ما عمل الموسم اللي قلب حياته حرفيا. موسم خرافي بقى فيه هو هداف الدوري المصري، وده مش سهل على اي لاعب، خصوصا ان هو كان بيلعب قدام انديه كبيره. واحمد الشيخ ظهر بشكل كويس جدا في الدوري المصري. فيجي عمك الاهلي يسيبه؟ لا طبعا. النادي الاهلي كان محتاج جناح ليه لمسه، ليه فكر في الملعب، ليه رجل بتعرف تجيب اجوال، والشيخ كان عامل كل ده مع مصر المقاصة. وبعد مفاوضات مش طويله احمد الشيخ وافق ان هو يروح الاهلي، وخلاص خلصت الصفقه. والشيخ لبس الفانلة الحمراء، وده كان حلم اي لعيب في مصر ان هو يلبس تيشيرت النادي الاهلي. ومن لحظه دخوله النادي الاهلي بدا فصل جديد. لعيب بدا من بني سويف وتعب واتمرن لحد ما وصل لاكبر نادي في افريقيا.